السلام عليكم متابعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. ايوا سمحوا لي على هاد الغبره، غبرت عليكم اخوتي واني رجعت لكم بالجديد وبالقناه جديده. نتمنى ان شاء الله تشجعوني في هاد القناه هادي. الله يسهل عليكم. وشكرا بزاف للصديقه ديالي اللي هي عاشقه المطبخ، اللي طبعت الحال القناه ديالها وعطاتها ليا لظروف ما. قالت لي خدي القناة تخدمي عليها على وليداتك، كنشكرها منا بزاف وكنشكركم حتى نتوما. والله يحفظكم ويخليكم ليا دائما مشجعني ومنورني. واليوم ان شاء الله بديت معكم بهذه القناة هذه، بهذا الفيديو. هذا اول فيديو في القناة جديدة، وبديت معكم اخوتي بالملوي اللي كيحمق عليه البعيد والقريب. وان شاء الله نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو وكاملا تدخلوا عندي لهاد القناة هذه وتشجعوني فيها. الله يحفظكم ويسهل امركم ويخليكم اللي عزيز عليكم يا ربي الحبيب. كيما شفتوا معايا خوتي، عندي هنايا كيلو ديال الطحين، خديت معاه واحد زلافه ديال الفينو، درت شويه الخميره المعجونه ديال الدار، ودرت شويه الملحه. صافي انا ما درت لا سنيده لا عسل لا حتى شي حاجه. وانتم الا كان الطحين ديالكم ما كيحمرش قدو تزيدوا شويه معلقه ديال السنيده اولا معلقه ديال العسل. انا ديما كنقول لكم راه عندي هذاك الطحين ديال الساروت، راه ما كيحتاج لياش اني ندير فيه شي حاجه باش يحمر، هو تبارك الله كيجي هكاك حمار. هنا خوتي صافي كيما شفتوا معايا العجينه ديالتي عاديه كيف ما العاده. وان شاء الله نتمنى هاد القناه تعجبكم ونكون في، يعني اي حاجه درتها غنشاركها معكم، ماشي بالضبط يكون الطياب، ولكن اي حاجه خارجه اي حاجه غنشاركها معكم. ومهم خليوا لي الراي ديالكم، شنو بغيتوني ندير فيها. أي حاجة خليتوها ليا رانا غندير بكلامكم. وكنتمنىكم كاملين أخوتي تدخلوا عندي لهاد القناة هادي. الله يسهل أمركم ويخليكم ليا دائمًا منورينّي. المهم أي حاجة قلتوها ليا رانا نوفي بالوعد ديالكم، ولا لا يخطيكم عليا. صافي أخوتي كيما شفتوا العجينة ديالتي دائمًا أنا كنخلي العجينة دائمًا مرخوفة. خديت شوية الزيت وغادا نكور العجينة ديالتي. وبعدا كنشكر الناس اللي كيسولوا فيا اليوم. تواصلوا معايا بزاف ديال الاخوات من بلجيكا، من بزاف الدول اللي كيسولوا فيا امي حكيمه فين غبرتي، امي حكيمه فين غبرتي. كنقول لهم ها انا رجعت معكم والحمد لله والشكر لله. نتمنى ان شاء الله تشجيعاتكم ونكون عند حسن الظن ديالكم، والله يخطيكم عليا. وكامل بغيتكم تشكروا الصديقه ديالتي اللي عطاتني القناه ديالها، الله يحفظها يا ربي ويخلي لها وليداتها ومعز عليها، وخلينا الميمه الحبيبه الله يطول في عمرها. وشكرا لكم حتى نتوما على الدعم ديالكم، الله يجازيكم بالخير. صافي كما شفتوا خوتي هنا معايا من بعد ما قطعت العجينه خرجت ليا تبارك الله 12 وحيده. غادي نغطيها كنخليها ترتاح واحد شويه، واحد هكا كدا تقريبا شي 7 دقائق 8 دقائق مع الحال سخون. العجينه داغيه خوتي ما كتشد ليناش الوقت بزاف. صافي وغادا ندوز معكم دابا نطلق معكم العجينه كما شفتوا. راه انا بديت هنايا دابا عاد بديت نصور معكم. صافي المهم كنحاولوا نرقوا العجينه مزيان وكنجيب الزبيده. المهم اي زبده نتوما كتختاروا، ولا كما بغيتوش كاع الزبده يمكن لكم ديروا على الزيت والطحين والفينو. كل واحد والاختيار ديالو باش ما كيبغي ياكل هاد الملاوي هادو ياكلهم، كاين حتى شي مشكل. صافي اخوتي هنا من بعد ما رققته مزيان وكندير له هاد الطريقه هادي كيزيد تبارك الله يرقق وكيعطينا الورقه زوينه والنتيجه كتكون غزاله. صافي كنشدو بحال هكايا وكنخشي يديا وكندلوها. هانتوما الطريقه ساهله ساهله وكيجي الملوي ديالها غزال، ما نقول لكمش على النفخ اللي كيجي فيه. يعني راه ما كاينش شي وحده اللي ما غاداش تنفخ لكم في المقله وكيجي خاوي وخفيف من الداخل. والله القسم اخوتي صدقوني الطريقه راه غزاله وسهله ودغيا كيوجد فيها الملوي ديالكم. ايوا هذا ما كان اخوتي وهذا الملوي هذا راه غادا به لواحد المتابعه من الدول الاوروبيه. هي من العائله ديالي بنت اختي اللي جات من اسبانيا. وقلت ندير شويه الملوي نديه في يديا ما نمشيش بيديا خاويين. وكنت نشاركهم معكم في القناه الجديده. بصراحه راه هذه تقريبا شي 10 ايام باش فتحتها وما عمري حطيت فيها. يلا اليوم قلت لي انا نبدا نحط معاكم فيها. وكنتسنى تشجيعاتكم اخوتي وكلكم تابوناو عندي في هذه القناة هذه، واللايكات ديالكم الله يجازيكم بالخير، والكومنتيرات الزوينة اللي دائما ولفتوني عليها. الله يحفظكم ويسهل امركم يا ربي. هانتوما كما شفتوا الطريقة سهلة وبسيطة ودغيا كيوجد اخوتي. ما كيشد لينا لا وقت لا حتى شي حاجة. وها انت موجده مليويات ديال القلب يحمروا لك وجهك قدام ضيافك، كيجيو تبارك الله غزالين
وتيحمقوا، وفي نفس الوقت راهم تديروا فيهم الخميرة ما كيجيونا ناشفين، ما كيجيوش هازين كاع اليدام ولا الزيت مرة خوتي. صافي ركزوا على الجناب مزيان وديروا نفس العملية. وهنا غندوز معكم باش ما نطولش عليكم اخوتي، غندوز معكم الطياب بعد ما ساليتهم كاملا. ما بغيتش نكتر لكم شدكم بزاف، يعني راه عاد جوج بركة كافيين. صافي وهنا دوزت نطيبهم كاملين مجموعين. شوفوا تبارك الله كنديرهم يطيبوا، كنقص شويه البوطه ما نخليوهاش اخوتي مجاده. وراه تبارك الله كلو كي قلت لكم كيتنفخ كيجي غزال تبارك الله. والله ما تقول تحلفي عليه تقولي غير هذاك البطبط ماشي المروي تبارك الله بالنفخ ديالو. لما كيتنفخ حتى للسما كنبقى نبرك عليه انا بدك هادي باش تهبط. القاسم تيجي غزال صدقوني اخوتي. ومرحبا بالناس اللي جاوا من أوروبا والناس اللي كيسولوا فيا، واللي باغي يجي لعندي مرحبا وألف مرحبا، بابي مفتوح للجميع. المهم عاد تعيطوا لي تواصلوا معايا باش ما نكونش أنا خارجة من الدار نكون في الدار. ومرحبا بكم وألف مرحبا، حيت بزاف الأخوات سولوا فيا وما لقاونيش في الدار. ودابا كنقول لكم أنا راه في الدار ومرحبا بالجميع. هادشي اللي كاين أخوتي، البعيد والقريب داخل المغرب وخارج المغرب، بابي مفتوح ليكم كاملين. ولا الله يخطيكم اخوتي راكم عزاز وغاليين. وتشجيعاتكم دائما نبقى كنقولها ونعاودها. اللي عاد دخل دابا ولا اللي ما شافش الفيديو من الاول كنقول لكم الله يجازيكم بالخير لما شجعوني في هذه القناه هذه وتابوناو فيها وطلعوها حتى هي الله يسهل امركم. المهم كنتعاونوا بها على الوقت وصافي اخوتي والله هادشي اللي كاين. ايوا ها نتوما اخوتي كيف ما شفتوا معايا تنطيب هكا مره نقلب. يعني الملوي كيبغي كل مره تقلبيه باش ما تخليهش يتنفخ يعني يتحرق وهو راه تبارك الله كامل كيتنفخ. يعني انت كتقلبي فيها هو كامل كيتنفخ كيجي غزال اخوتي صدقوني. وراه تبارك الله نتوما شوفوا راه من التقراص كيبان لكم. يعني راه ما كاينش شي وحده اللي تبارك الله ما هذا. كله جا غزال اخوتي كله جا زوين. وصافي المهم ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو. صافي فيديو اللي هو خفيف ظريف هانتوما. مازال ان شاء الله نسخنوه في العشيه وغادي نقصوا عليه البوطه ونخليه حتى يتقرمش ويجي مقرمل يجي على مزيناتو. دابا هانتوما كنحل معاكم راه مازال اخوتي سخون. هانتوما كنحل معاكم شوف تبارك الله وباقي شاد النفخ ديالو. هانتوما من الداخل كي تيجي تبارك الله راه كيجي خفيف ومورق وغزال اخوتي. صدقوني واللي بغات تجي تذوقوا مرحبا والف مرحبا. هادو هما من الملويات اللي شاركت معكم امي حكيمه اليوم في القناه الجديده وفيديو اول مره في هذه القناه. والله يجازيكم بالخير وتشجيعاتكم اخوتي وخا سمحوا لي كثرت عليكم الهضره بزاف. يلا اخوتي نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وما نمشي حتى نقسم معكم وحيده في طبيعه الحال ما نخليكمش بلاش. وهذا الشيء اللي كان اخوتي وشكرا لكم على المشاهده ديال الفيديو. الله يخطيكم عليا راكم عزاز وغاليين. وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. ايوا ها انتم اخوتي شوفوا تبارك الله كي جاو مليويات اللي تيحمقوا. جاو خفيفين وراشين ما نقول لكمش عليهم وناشفين من اللي دام. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يلا اخوتي شكرا لكم على المشاهده.